شرفونا. اتفضلي يا ورده وريهام علي وبريهان ورباح، اتفضلوا. يعني عايزه اقول لكم ايه بمناسبه تعرفي على هذا الكتاب الجميل. كان الموعد كان يوم اليتيم، وقالوا ان هم في الهرم عاملين احتفاليه وتضامن مع اليتامى في الهرم في احتفال بيوم اليتيم. فانا قلت لهم يعني ازاي نبتت الفكره، هل عندكم مشروع، ايه فريد ده، لابسين بادجات، عاملين صفحه على الفيسبوك، ده كل ده من خلال الحوار. فعرفت ان هم فريق تكون من 12 يعني شاب وشابه، وهو لسه ما عملوش جمعيه رسميه، ولكن هم عندهم افكار جميله للمساعده في رعايه الايتام، في رعايه المسنين، في رعايه اطفال الشوارع، وبداوا فعلا بيوم اليتيم. فانا بقدم لكم هذا يعني الفكر وهذا الامل وهذا التضامن من هذا الشباب مع المجتمع، لانهم بيقدموا خدمه تطوعيه من عندهم يعني. ومعايا ورده ياسين وريهام علي ورباح كمال وبريهان سعد. مظبوط؟ طيب نبتدي مع ورده. بشكر حضرتك اولا على الدعوه الكريمه دي. فريق حلم هو حلم لاطفال الشوارع. احنا بنجمع اطفال الشوارع كلهم مدينه خاصه بيهم. حلم احنا هنقرر حتى ما نحققه ان شاء الله، وبدينا فعلا في دراسه جدوى بنعملها في الوقت الحالي عربية لأطفال الشوارع. هنبتدي نعمل بحث في مناطق. هو بس أنا عايزة أسألك، مدينة لأطفال الشوارع هل ده ما يكونش عزلة لهؤلاء الأطفال؟ يعني عشان تدمج حد في المجتمع ما تحسسوش إن هو فئة خاصة. لو أنا عملت مدينة أو قرية لأطفال الشوارع معناها إن أنا بعزله. فإيه رأيك يا وردة؟ لا، هو مش عزلة، ولكن أنا شايفة إن هي يعني تأهيل ورعاية ليه أكتر. طب هل نقدر نرعاهم وهم جوه المجتمع بدل ما نعزلهم في مدينة أو قرية؟ هي لازم في الأول يعني يتعودوا على عادات معينة، يعني لازم يتعودوا على أكل نظيف، لازم يتعودوا على لبس نظيف، لازم يتعودوا على عادات سليمة، لازم يبقى فيه ثقافة لحد ما عندهم عن حاجات كتير. هو انا متهيألي ان هو المفروض يكون في رعاية ليهم وسط الناس، يعني ممكن يبقى لهم مذاكرة بس مش عزل ليهم. انا عايزاهم لا، هي تأهيل لهم. انا قلت اول خطوة هناخدها اللي هو هننزل في مناطق معينة، هنعمل لها بحث، نبتدي نقعد في وسط الاطفال، نبتدي نسمعهم، نبتدي نتكلم معاهم، نبتدي نأخدهم علينا. بعد كده هننزل بعربية مجهزة، هنبتدي خطوة خطوة معاهم، نعودهم على هدمة نظيفة، نعودهم ان لما يكون في جرح في جسمهم لازم يكون في يفهموا ان في اهتمام بحاجة زي كده. لازم يتعودوا على اكل نظيف. يعني في عادات في الاول لازم هنعودهم عليها، وهيبقى لنا يوم محدد في الاسبوع هننزل لهم فيه، بحيث ان هم يبقوا عارفين يوم ما ننزل فيه ياخدوا علينا واخدين علينا واخدين على شكلنا وعارفين ميعادنا، هم اللي يقفوا يستنونا. طيب دلوقتي ازاي ابتدت الفكره يعني بتاعت المشروع ده بتاع رعايتنا؟ ممكن ورده وبعدين برضه يشتركوا معانا الفريق.